Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا أخوان. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات. خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving through a restricted zone. Stand by for clearance. Buggers 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح كلمة. قوموا قبل. جينا حتى ننفذ بيك حكم الإعدام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
يا أخي قل أستغفر الله العظيم من كل ذنب قمت به. استغفر، أنا مجاهد في سبيل الله. أنتم أهل الردة جند الكفر، من يحتاج إلى الاستغفار؟ انطق بالشهادتين يا أخي لتكون حسن الخاتمة. تتشاهدون أنتم على أرواحكم قريبا بإذن الله. هاي شنو؟ اسمع، انت ابقى وياه وانتوا طلعوا وياي، يلا بسرعه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الأهالي والشباب يهتفون لداعش. مع الأسف، مع الأسف يا بنتي،
هم يعتقدون انه داعش حررتهم وحررت الموصل. الثقة مفقودة يا بنتي مع الأسف. يعني خلاص سقطت الموصل بيد داعش. في الوقت المناسب يا أبا خالد، في الوقت المناسب. الحمد لله. لو تأخرتم دقيقة واحدة لكنت الآن في عداد الشهداء. ما زال في العمر بقية لتكون في نصرة الله. تظل مدينا مدى الحياة يا أبا خالد. الحمد لله. اعزلوا المجاهدين الذين كانوا في السجن في جهة، والروافض عليهم لعنة الله في جهة أخرى. إن شاء الله. الحمد لله. لقد تكللت خطوتنا الأولى بالنجاح. سنحكم العالم وسنكون في أفضل حال ونؤسس دولتنا الإسلامية الخالدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مولانا الخليفة. نعم يا مولانا، حياك الله وبياك. لقد جرت الأمور في أحسن حال. لقد نصرنا الله. نعم يا سيدي. الحمد لله. سأتابع الأمر بنفسي. حسنا. الحمد لله. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. يجب أن نبدي تجاه هذا الموضوع قسوتنا الشديدة. علينا أن نمسك بهؤلاء المعارضين ونقيم عليهم الحد في أسرع وقت. هل تشك في جهة معينة يا أمير؟ خطاب الشعارات وطني، وهذا يضيق دائرة البحث، والكلمات كتبت بلغة رصينة، والأماكن التي كتبت عليها هذه الكلمات جاءت متوالية. يجب أن ننصب لهم الفخاخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراءك يا أبا خولة؟ لليوم الثاني سرايا الذعر قد انطلقت في كل الاتجاهات حسب أوامر مولانا الخليفة، لكن لدينا مشكلة. عنصر الاستطلاع الذي يسبق سرية الذعر وقع في يد البيشمركة. يبدو أن هناك من كان يتربص به في الثكنة. حاول الفرار لكنهم لحقوا به وألقوا القبض عليه. أصدر توجيهاتك بتعرض شديد لهذه الثكنة. لا تكتفي دون قتل 4 منهم مقابل رجلنا. أمرك. يا أخوان، أنا ما قادر أستوعب ما يجري. ب300 مقاتل فقط تحتل داعش الموصل وتجبر الشرطة والجيش وهم بالآلاف على الهرب والانسحاب. استولوا على كل الأسلحة، ما خلوا شيء، لا مدرعات ولا همرات، حتى المدافع والهاونات أخذوها. يا أخي حتى الدبابات أخذوها. اللي زاد الطين بلة انضمام مجاميع من أهالي الموصل، من اللي كانوا بالخلايا النايمة، والمتطوعين الجدد اللي غرروا بيهم. وخلنا ننسى المجرمين اللي تسربوا من سجن بادوش
أنا قلق عليك سيادة اللواء. عليك أن تترك الموصل بأسرع وقت. نعم، أنا أتفق معك. أنا بالنسبة إلي جتيني تعليمات من القيادة السياسية أنه أترك الموصل وأروح الأربيل. وأنت يا الياس؟ أنا عندي المحكمة والقضايا. مغادرة الموصل بالنسبة إلي أشبه بهروب من أرض المعركة. كل المحاكم توقفت بسبب اللي صار، واللي صار أبداً مو قليل. اسمها أمير النعيمي. حاولنا أن ننتزع منها اعترافا برفاقها، ولكنها أنكرت وجود أحد معها. ما يقف وراءك؟ الله. اسمعيني جيدا، معك ساعة واحدة كي تخبرينا من معك، وإلا فمصيرك الذبح. عاش النبي يونس، فليسقط أبو بكر البغدادي ومن معه. تعيش الموصل، يسقط أبو جهل البغدادي ومن معه أمين الصهيونية. احنا بكابوس، وكابوس مخيف. سقوط الموصل بهذه الطريقة وراء مؤامرة كبيرة جدا. منو يريد يخرب بلادنا ويفرقها ويرميها بمستنقع الإرهاب والحرب الأهلية؟ مبينين. رح ندعي ربنا وإن شاء الله رب العالمين يستجيب لدعانا إن شاء الله. لكن المشكلة يا زياد، احنا ما نريد نساعد أنفسنا. هذه كارثة. أنا كم مرة قلت لك ما أشوفك بهاي الألوان، هذا آخر إنذار إلك، ما أشوفك بعد إذا مو بالملابس السوداء. شنو الفرق بين هاي والسوداء؟ لا أكو فرق، لأن ملابس النساء لا كاشفة ولا واصفة. نساء نزلوا النقاب. روحي غطي وجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو الوليد. يا أم الوليد، شنو الأخبار؟ والله مثل ما دا تشوف، دا نشتغل ليل نهار. الوقت يداهمنا يا أم الوليد، احنا أولى الناس بهاي المصلحة، بدل ما يدز أبو خالد ويطلب ملابس المجاهدين من الرقة. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! لقد أصدر مولانا خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي أمراً بتعييني والياً على الموصل. تكبير! الله أكبر! مبارك علينا، أنت أهل لها. كما أمر مولانا خليفة المسلمين بتعيين أبي خولة أميراً للحرب في ولاية الموصل. بكل سرور أتشرف بهذا التنصيب. أما أنت يا أبا عبد الله فالرجل المناسب في المكان المناسب. ستكون نائباً لي في كل الدواوين والإدارات لتحل محلي بها. هذه مسؤولية كبيرة يا أبا خالد، وأنت أهل لها. لن أنسى تضحيتك لي حين حاصرني جنود الكفر في الرقة وكادوا أن يقتلوني، وأنت أتيت وأنقذت حياتي. وأنت رضتها لي، اقتحمت السجن وأنقذت حياتي. أطال الله في عمري وعمرك لخدمة الإسلام والمسلمين وخوض فتوحات أخرى. يا والي الموصل، لدينا مشكلة وتحتاج إلى حل، إنها تخص السكن بالنسبة للمجاهدين. غادر الكثيرون من أهالي الموصل وقد وضعنا أيدينا على بيوتهم. هذه البيوت لا تكفي، عددنا يزيد يوما بعد يوم، وسنحتاج إلى حل جذري لهذه المشكلة. وهذا أحلى ريوك لسمو الأميرة. ما أريد آكل، لازم أروح المستشفى. لازم ترتاحين، ماكو شغل. ما أقدر كريستين، ما يصير أترك المستشفى بهذا الظرف الصعب. حغير هدومي. أشوفك بعدين. بنيامين
باليمين يا أم الوليد. ألف ألف مبروك يا أبو الوليد، صرت القاضي الشرعي للموصل كلها. قاضي القضاة يا أم الوليد، قاضي القضاة. الوالي يا أبو خالد أصدر هذا القرار الصعب. معلش الصعب؟ أصبح لزاما علي الآن أن أراجع كل الفتاوى والأحكام الخاصة بالأئمة الصالحين حتى أحكم بما أنزل الله وبما صار عليه السلف الصالح. وأكيد أنت تقدر عليها. هناك قرار آخر يا أم الوليد أصدره الوالي يا أبو خالد بطلب مني. بشر يا أبو الوليد. أصبحت أنت مسؤولة ديوان الحزبة النسائية يا أم الوليد. هللي. خير خير إن شاء الله. أصدر أبا خالد وللموصل قرار بأن نضع أيدينا على الفندق لتسكين المجاهدين. لست وحدك، كل الفنادق في الموصل سنضع أيدينا عليها. أي قرار؟ من ينطاكم من حق تتخذوني قرار؟ اذهب إلى الوالي وتظلم من القرار، ولكن نصيحة مني، هذه مضيعة للوقت وتجعلك معاد للدولة الإسلامية. خبر عظيم وفتوى عظيمة من سماحة السيد السيستاني دام ظله. فعلا اجت الفتوى في الوقت المناسب. وظن ان شباب العراق يلبون النداء. انا متأكد من هذا، راح تشوف بعينك. قوات الحشد الشعبي عشرات ومئات الالاف راح يشاركون بتحرير الموصل وكل مدن العراق اللي سقطت بيد داعش. بس المسألة يحتاج لها شوية وقت، ما بين تدريب الشباب، تنظيمهم، تسليحهم، خصوصا اذا كان العدد كبير. صحيح، أنا رح تابع المسألة بنفسي وجهز تقرير خاص عن هذا الموضوع ودزه لوكالة الأنباء الفرنسية. عشتينك. تسلموا لي يا الغاليات، يلا على شغلكم. ألف مبروك يا أم الوليد. الله يبارك بيك يما السعد حبيبتي. أعز الله الإسلام بك وبقاضي القضاة أبو الوليد. ايش وقت تبلشين بالشغل الجديد بالحسبة يا أم الوليد؟ ما بقى شيء، إن شاء الله بوقت قريب. أم الوليد يا ريت تاخذيني وياك، الله يخليش للحسبة. اي والله واني همينه. الله يسهل. صليل الصواي نشيد الإباء. يا سلام، حياة ملكية. الله يرحم أيام بدوش. كل شيء ملكي في هذا الفندق. يعوضنا الله عن أيام السجن والزنزانة. لا تتخيل يا أبا عمرو كم حلمت بيوم كهذا. كنت أخشى أن أتدلى من حبل المشنقة قبل أن أشهد هذا اليوم. تعلقت ونجوت. هل تعرف ماذا أشتهي الآن؟ إذا أنت تفكر بما أفكر فيه فطلبك موجود. رجل ولا كل رجال. يا سلام. ينقص شيئا واحد. أعرفه سيكون قريبا هنا. عافية عافية.
بنتي وبناتي الثلاثة حرقون بتل عفار. ايش كانت تروحن من حرقون والنعايشات؟ لا اله الا الله، الله اكبر. شنو من بشر هذولا؟ حتى المغول ما سووا هيك شيء. شيخ ذنون انا خايف يروحون يسوون بينا مثل ما سووا بالشيعة اللي بتل عفار. لا تخافي بنتي، لا تخافي، الله كريم. هم اذا رادوا يسوون بينا شيء كان ما تاخروا. شيخ هذول مجرمين، يعني ما حد يعرف هم على شنو ناويين. الحق يا شيخ ذنون، داعش هجموا حسينيتك وهجموا كل الحسينات اللي بالموصل. ها شو تقول؟ يا رب يا فتاح. مساجد، كنائس، مدارس استقبلت عشرات الآلاف من النازحين من الموصل، كانوا هاربين من الحرب والموت. فتحت أربيل لهم ذراعيها ولم تضن عليهم بكل المساعدات الممكنة. أما الميسورين من سياسيين ورجال أعمال وغيرهم خرجوا من الموصل للإقامة في أحياء أربيل الفارهة. وقد ترأس فخامة الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان بصفته القائد العام للقوات المسلحة في الإقليم اجتماعا طارئا. ضم هذا الاجتماع رئيس حكومة الإقليم السيد نجيرفان بارزاني ومستشار أمن إقليم كردستان ووزير البشمركة ووزير الداخلية. وقد طرحت على مائدة الاجتماع الأوضاع الأخيرة التي شهدتها مدينة الموصل إثر غزو تنظيم داعش الإرهابي للمدينة. وتقرر في ختام الاجتماع إعلان حالة الاستعداد التام لقوات البشمركة والأجهزة الأمنية في الإقليم. توالت موجات النزوح، وكان آخرها موجة من النازحين من تل عفر إلى كردستان بحثا عن النجاة بحياتهم وعائلاتهم. وصل عدد من لجأوا إلى كردستان من المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي إلى أكثر من 1,000,000 شخص، وكان الرقم قابلا للزيادة بلا أدنى شك. وجدير بالذكر أن رئيس كردستان السيد مسعود بارزاني أصدر شخصيا أوامر بحسن استقبال النازحين وتوفير كل الإمكانات المتاحة لهم. انت ذنون؟ يعني امشي ويانا. وين الدقيقة؟ بعدين راح تعرف. دقيقة دفتين. امشي. يلا يلا بسرعة، يلا امشي بسرعة. حفظوني. شكو هالبكي؟ علي ما تبكين، بالعكس افرحوا. يلا بسرعة. يلا. نهبنا حيهم حتى سقينا بوادينا بفرع من فرات، ومزقنا رجالهم إرابا، وجئنا بالسبايا مقرنات. ستنجب خيلهم منا أسودا، لنرفد فتحنا نعم الغزاة، فننعم من نسائهم حياة، ونلقى حورنا بعد الممات. كانت هناك طلبات كثيرة للانتساب، وفي بغداد وحدها فاق العدد عشرات الآلاف خلال أيام قليلة. كان أغلبهم من الشباب، وكان منهم الكهول الذين يتمتعون بروح شبابية وثابة. فيهم من خدم في الجيش السابق، ومن كانت لديه خبرات قتالية جيدة. وزودت الحكومة العراقية الحشد الشعبي بالسلاح، وبرغم أن فتوى الجهاد الكفائي صدرت عن سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، لم يكن من تطوعوا هم من الشيعة فقط، فقد انضم للحشد الشعبي شباب العراق من كل طوائفه وملله. شكرا جزيلا. الشيرو. نعم سيدي. اجتنا الأوامر تتحرك بقوات اتجاه كركوك، وانت معروف بشجاعتك بالقتال ضد داعش. تؤمر سيدي. يا أبا خالد، اعتقدت أنك سوف تعود لنا بعدد أكبر من السبايا من تل عفر،
نحن أحرقنا وقتلنا كثيرا منهن، ومن عدنا بهن سيكون سبايا من نصيب القادة والجنود الذين شاركوا في غزوة تل عفر. معنى هذا أنه ليس لي نصيب في هؤلاء السبايا. القادم أكثر يا أبا عبد الله. بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي معلومات هامة يجب لك بها. الحمد لله صرت أحسن، واليوم رح أكتب لك على خروج. وأخيرا انتوا ايش تسوون؟ حرام عليكم. الحرام هو ما تلبسين وشعرك. ابتعدي. تضابط الحكومة الكافرة. نحن مو كفار، وانت ما لك حق تحاسبني. تراني لا اخاف منك ولا من 100 نجس امثالك. ايه، انا ضابط عراقي وافتخر بعد.